هو ازاي دكتور فلان بيخلص مولر اندو from A to Z في ساعة؟ انا عمري ما هعرف اعمل كده. واحنا بنبدأ سنة الامتياز بتاعتنا بيكون نفسنا نشتغل بسرعة، وبنحس ان احنا بناخد وقت كتير قوي في الشغل. بس ثانية واحدة يا صديقي، ما ينفعش ابدا تقارن نفسك وانت لسه بتبدأ مشوارك للتميز بدكتور بقاله 5 أو 10 سنين بيشتغل. هتكون انت كده بتظلم نفسك اكيد. لكن خليني اقولك على 3 حاجات ممكن تخليك اسرع. اول حاجة، رتب ادواتك. انت عارف ان اكتر حاجة بتضيع الوقت هي انك تقوم تدور على ادواتك وتعمل رابنج وتشوف فين السايد فنتد نيدل وتشوف فين الريتراكشن كورد ابليكيتور وتقعد تدور على الحاجات بتاعتك في وسط الكركبة. طيب ايه الحاجة اللي انت ممكن تعملها عشان تحل الموضوع ده؟ اعمل تشيك ليست بالادوات وحاول ان انت توصل قبل البيشنت بتاعك بربع ساعة لنص ساعة ترتب فيها كل حاجة هتحتاجها. طب عارف ايه تاني حاجة بتضيع الوقت؟ انك تكون مش عارف الخطوات اللي انت هتمشي عليها، وبالتالي هتضيع وقت كبير قوي في ان انت كل شويه تستنى حد من المعيدين يجي يقولك الخطوه اللي تعملها بعد كده. فراجع البروسيجر اللي انت هتشتغله قبل ما تيجي. تالت حاجه، ما تكروتش، ما تنقلش على خطوه غير وانت متاكد انك مظبط الخطوه اللي قبلها. يعني مثلا انت المفروض تصور ماستر ايبيكال كون، طيب اتاكد الاول قبل ما تقوم اصلا ان انت واصل للفول وركينج لينث، ولو طلعت مش واصل للفول وركينج لينث والكون كان قصير يبقى بابا وناهد وكلنا عارفين ان اكيد الماستر ايبيكال كون مش واصل. ايه يا سيف، في ايه؟ عايز اهرب. عايز ايه؟ عايز اهرب. تعرف تروح فين؟ صرفتي. يلا ننام وبكره الصبح ان شاء الله نصحى نهرب كلنا. كلنا؟ مع بابا وناهد وكلنا نهرب. يبقى بالتالي انت هتقوم تصور ولا حاجه، ملهاش اي معنى الصوره اللي انت صورتها. طب خليني اديكم مثال تاني. انت عايز تاخد secondary impression for a bridge، طب اتاكد الاول ان انت ظبطت الباث اوف insertion. يا فرحه قلبي لما تاخد impression على الفاضي وفي الاخر هتلاقي ان الدنيا مش احسن حاجه. عارف ليه؟ لان هقولك على مفاجاه. things do not correct themselves by themselves. الحاجات مش بتصحح نفسها بنفسها. طبعا هتقولي ما ده كلام طبيعي ومنطقي جدا يا دكتور، فين الجديد يعني في اللي انت بتقوليه؟ في الحقيقة ان احنا ساعات كتير بنعمل الغلطة دي حتى لو احنا عارفين ومدركين انها مش صح، بس اهو مش يمكن تطلع مظبوطة. دي 3 حاجات ممكن تعملها عشان تسرع خطواتك. لو خدت بالك انا هنا ما اتكلمتش عن اي حاجة ليها علاقة بالشغل نفسه. عارف ليه؟ لان انت لسه في الاول وبتتعلم، فطبيعي تاخد وقت في الشغل، بس خلي الوقت اللي بيضيع ده يضيع في الشغل مش في تظبيط الشغل. وكما قال الشاعر العظيم، اهم من الشغل هو تظبيط الشغل. ولو ضروري قوي 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 ان انت تكون ايدك اسرع وشغلك احسن، يبقى انت ممكن في اخر اسبوع في الراوند بتاعتك تبدأ تعمل تايمنج لنفسك وتشوف كل خطوة منك بتاخد وقت قد ايه. علشان في مقولة بتقولك ان انت you cannot improve what you do not measure. ما تقدرش تحسن الحاجة اللي انت ما بتقيسهاش. وعندي ليكوا هدية صغيرة، عامله لكم تشيك ليست لادوات الاندو كلها تقدروا تنزلوها من اللينك اللي موجود في الديسكريبشن، وقريب كمان هنزل تشيك ليست لباقي المواد. انا دكتورة فاطمة بشندي ودي سلسلة امتيازك في كربولة. اتمنى تكونوا استفدتوا واستنوا الفيديو الجاي.